على سلامتكم في داركم. دبرتنا لليوم مرقة جلبانة زارة خفيفة فيسا ما تتعمل وبنينة برشا. قبل ما نبداو ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس باش يوصللكم كل جديد، وكان عجبتكم دبرتنا ما تنسوش تعملونا جيم وتخليوا لنا تعليق. هيا نبداو مع بعضنا. باش طيبت مرقة الجلبانة الزعرة متاعي، في طنجرة خبيت قطع متاع دجاج، وخبيت بصلة قصيتها بالشكل هذايا، وثن ثوم زادا قصيتو قطع هكايا، وخبيت مغرفة صغيرة ملح، وشطرة مغرفة كبيرة تابل، وخبيت لنا شوية هريسة عربي باش ما تجيش صفرة طول، يعني ما نحبهاش معناتها تكون صفرة طول. ناخذ شوية هريسة باش تعطيك شوية الحمورية وتزيد تبننها وتحلحلها شوية. وبالطبيعة ما ننساوش الكركم باش نحطو توا مغرفة صغيرة كركم، وباش نضيفو زادا زيت نباتي، وباش نضيفو زادا الماء. بالطريقة هذيا نحركوها شوية هكا بالمغرفة باش المكونات يدخلوا في بعضهم، وتوا نشعلوا عليها الغاز ونخليوها تاخو غلوة. المرقة متاعنا توا ولا يغلي باش نضيف الجلبانة. بسم الله، كيف ما تشوفوا معنا هكايا حرك هكا شوية ونخليو الجلبانة تطيب في عقلها. وتوا الجلبانة قريب تطيب معايا، بيت غلوة مليح باش نضيف قطع البطاطا. هذه هي البطاطا قصيتها شرائح هكايا وباش نضيفها للمرقة. نحطها هكا في وسط المرقة ونخليها تطيب. المرقة هذه راهي يجي المرق نتاعها خافر، ما تجيش جارية. ديجا المرق هذايا باش يزيد يخفر. البطاطا توا طابت معانا، باش نزيد فلفل اخضر قصيتو هكا رونديلات. ندخل الفلفل في وسط المرق، ما حاجتنيش بيه باش يطيب برشا، جوست ما يسيب الحروريه نتاعو. وتوا باش نزيد رشه هكا صغيره فلفل اكحل مش برشا، ونخلي المرقه نتاعنا هكا تغلي من بعد دقيقتين ونطفي عليها. وهذه هي النتيجة النهائية لمرقة الجلبانة الزارة. نحكي لكمش على ريحتها فاوحة على الاخر. لهنا تنجموا للي يحب يعمل عليها رشة معدنوس ورشة بصل ني، اختياري هذايا، كل واحد شنو يحب. انا مرقة الجلبانة نفضلها زارة على اني نطيبها بالطماطم، تجيني زارة ابن واخف. كان عجبتكم الطريقة متاعنا ما تنسوش تعملوا لنا جيم وتشتركوا بالقناة، والى اللقاء في وصفات قادمة على قناتكم داركم.